حياكم الله. هذا المكان من سنة ونص كنت أتمنى أشوفه على الطبيعة الواقع. أنا الآن في أكبر مشروع للنقل العام في العالم يتم في مترو الرياض، وبالضبط تحت طريق خريص. باخذكم في جولة في مترو الرياض. ملينا صراحة من المشاريع اللي ما تنفذ، لما نشوف المشروع هذا بدأ في شهر 4 2014 أول حفر لانفاق المترو، واليوم وراح ينتهي في 2019 إن شاء الله. الرياض راح ينقل 1.6 مليون راكب يوميا في أول تشغيل له، وبعد 10 سنوات راح ينقل 3.6 مليون راكب يوميا. المترو يتكون من 6 خطوط رئيسية و85 محطة، 4 منها رئيسية. الرئيسية هذه زي المولات. بتكون على ضفرة هي اللي حفرت النفق هذا، طوله تقريبا 1.6 كيلو متر، تحفر يوميا ما بين 20 إلى 40 متر. لكم الضفرة هذه على الضفرة قاعد تبني خرسانة على أطراف النفق. هذا أنا سميته خشم ضفرة. هذه آخر نقطة وصلت لها ضفرة في الحفر. يا ولد غريب، شيء يصرخ العقل، شيء مو طبيعي. يا ولد قطارات، القطار شوف الزينة يا اخوي، فخم يا اخوي، ما كنت اتوقع انه بالفخامة هذه. شوف القطار. هذه سكة الحديد اللي حفرتها ضفرة إلى الآن، تقريبا طولها 1.6 كيلو. طريق الملك عبد العزيز شمال. أخذنا ساعة واحدة وتعبنا من الحر، فكيف اللي يشتغلون هنا؟ بصراحة الله يعين، الله يعين. في سؤال خلينا ندردش فيه، لو افتح المترو بعد 5 سنوات هل بنستخدمه ولا لا؟ ايش رايكم؟